أخرى. ولهذه المعلمة الرياضية هنا بالمركب الرياضي محمد السادس، حيث يستضيف المنتخب الوطني المغربي خصمه في هذه المواجهة المنتخب الروماني، مباراة ودية إعدادية للتصفية المؤهلة للبطولة الإفريقية كأس أفريقيا، وايضا الاستعداد للمشوار اللي نتمنوا كامل التوفيق للمنتخب الوطني لكاس العالم من جديد، كاس العالم كره قدم المصغره او كره قدم داخل القاعه ان صح التعبير. هذه التشكيله الاساسيه ديال المنتخب الوطني المغربي. غادي يدخلوا العناصر الوطنيه بعبد الكريم نبيه، يوسف جواد، سعد كنيه، وايضا سفيان مسرار، دون ان ننسى ادريس الرئيس الفني. باقي الاسماء فهنالك كل من نسيس، شريدو، بقالي، العداد، ايضا دحاني، بوريط، امزال، بومزو، محمد كمال، وايضا ياسين او صالحي ياسين، اللي غادي يكون بصوره جيده مع مجموعه من الايجابيه. كره ممتازه، محاوله من الجهه اليسرى، كاين خطا يوسف جواد، الكره ديالو كينطلق كيلعب الكره من الجهه اليمنى، الطريقه ديال بناء العمليه الهجوميه من جانب المنتخب بامكانه ان يحقق ذلك. علاش لا؟ المسرار مره اخرى كينطلق تصويبه عند كراتسيون اندري لاعب كالاتسي يونايتد. هذه عمليه هجوميه المنتخب الوطني المغربي. كرة مرة أخرى عملية واضحة المخالفة. كنية كينطلق، سعد كنية يصوب، ولكن كورته مباشرة الانطلاقة الهجومية من الجهة اليمنى، تصويبة بهذا الشكل هذا إلى خارج. كرة مرة أخرى، محاولة مباشرة إلى وهدف أول، هدف أول في مباراة اليوم. هدف أول يأتي بشكل جيد وبصورة جيدة من جانب اللاعب محمد كمال. كرة ممتازة، محمد كمال كاد أن يضع الكرة في المرمى. تمريرة بومزو، تصويبة ولكن ارتطمت بالدفاع أمامي. تمريرة أمامية، فرصة وفي آخر مطاف إلى خارج الخريب. تصويبة كيجي الهدف. منتخب الروماني يسجل هدف التعادل. كيف قلت أخطاء يعني خاصة الكرات اللي كتكون قريبة وثابتة بهذا الشكل. حضر الكره ديالو، اختار تمريره اماميه، رئيس فني تخلي نشوفوا اهداف، خاصه هذه عمليه هجوميه، تالق هذه كره من مسرار، هيئ نفسه، صوب، عمليه هجوميه مباشره الى خارج. العمليه الهجوميه مع يوسف جواد، جا اليسرى الرئيس فني، عمليه هجوميه، محاوله مره اخرى، فرصه جميله من يوسف جواد، دفاعيه حالة دون ذلك. تلعب هذه الكرة أمامية، تصويبة مباشرة صوب الحارس ديالو، البحث عن طريق من أجل الوصول للمرمى. أندري الوساسي، هذه كرة أمامية، ومحاولة جميلة. كيف تتفاعل مع هكذا كرة في الخط الأمامي؟ محمد كمال، تصويبة، حارس مباشرة إلى تماس، الحصول على الغلبة العددية. هدف جميل. من السلبيات ديال الخطة ديال اللاعب الطائر هو أن المرمى كتبقى فارغة. بومزو كان قراها بشكل ممتاز، وضع الكرة في المرمى، ولاحظوا يعني من خط المنتصف كيوضع الكرة في المرمى، لأن الخطة ديال اللاعب الطائر هي خطة ماشي سهلة. امثال مترابطات صغيره كتجيب هذا الشكل هذا، وفي اخر مطاف الى خارج. يوسف جواد يستلم، اخر ثواني، عمليه هجوميه كبيره جدا. انطلقت الجوله الثانيه، انطلق التباري، يرجع بهذا الشكل هذا وبهذه الطريقه ديال الكره اماميه اتجاه يوسف، رئيس فني، ممتازه. هدف ثالث، إدريس رئيس فني يسجل الهدف الثالث في هذه المنتخب الروماني في الشوط الاول. كره، محاوله، هجمه بنفس الطريقه ولكن بعيده بعض الشيء. ممتاز يوسف جواد، ممتاز، والهدف ببراعه. يوسف جواد يمتع اليوم، يضع الكره في المرمى، يعلن عن هدف اخر
يعلن عن الهدف الرابع. الطريقه اللي جاب بها الهدف، لاحظوا مجهود فردي، مشى في الجهه اليسرى، انطلق ندافع وضع الكره في المرمى. 4 ديال الاهداف مقابل هدف واحد. ابداع مستمر الان من عناصر. الان الاندفاع في الجوله الثانيه 4-1. محاولات ديال المنتخب الوطني المغربي. المقابله الماضيه كانت 73. من الاشياء الايجابيه وهذه من الامور اللي كتخلينا اننا نفتخروا به كاطار وطني. كره اماميه، فرصه. رايس محاوله ما كملاتش. جال يمنى الان في الوسط، عمليه هجوميه، فرصه ديال الهدف. كانت ذكيه، كانت لصالح المنتخب الوطني المغربي. وهدف، هدف خامس بطريقه من جانب اللاعب انس دحاني. كرة لصالح المنتخب الوطني المغربي. يوسف جواد، هذه فرصة ولكن ما كملاتش. مرة أخرى مسرار لبوريط لمحمد كمال. تمريرة جميلة الطريقة اللي جات من خلالها التمريرة ديال محمد كمال، ومسرار مشى زلق بالشكل المطلوب. ولكن رومانيا إلى خارج الخط الخلفي. حلول، تمريرة، محاولة مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. هذه ممتازة، كادت أن تقدم المطلوب. نيران صديق، فرصة في غياب حارس مرمى، إمكانية ديال التصويب. شوفوا بأنه حيسلاي ريتشارد كان بالإمكان أنها تكون في المرمى، اختار التصويب. تمريره جميله من يوسف جواد لادريس رئيس فني ماذا يفعل؟ والهدف، هدف مهم من ادريس رئيس فني. وراح كنشوفوا المدرب ديال المنتخب الوطني المغربي هشام تكيك كيفاش انه يتابع، وكيف انه كتحس بانه مرتاح بهذا الشيء، انه الطريقه